وعدتكم ان هيجي وصفات متتالية للعجوة اللي عملناها مع بعض، عشان كل اللي بيشكك في نجاحها يتأكد بنفسه قد ايه ناجحة وفي الفرن خطيرة، احلى وانضف بكتير ومضمونة عن انك بتعمليها في البيت. اللي ما شافش فيديو البلح الرطب ازاي نحوله العجوة تقعد معاكي من السنة للسنة هتلاقوه في الفيديوهات اللي قبل دي على طول. والله ناجح 100%، وطعمها حلو جدا جدا جدا، انضف من بتاع بره. اراهنك مش هتعمليها، مش هتجيبيها تاني. سموا الله يوصل على الرسول. ولو لسه ما حطيتش اللايك والتشجيع بتاعك الحلو، يلا بسرعه بصباعك الجميل ده اضغطي لي لايك. اول حاجه عملتها هجيب نص كيلو من الدقيق بالبركه كده، رشه ملح، 3 معالق كده حلوين من السكر يا سكر، كيس خميره كده وقلبيه، معلقه صغيره من البيكنج باودر، وكمان هجيب كيس حليب بودر اي نوع متواجد عندك، بيدي العجينه خفه ورشاقه كده ما اقولكيش. قلبي كويس جدا، والزيت بتاعك كده، وهتنزلي بنص كوبايه من الزيت. مالكوش دعوه انا بتكلم كتير كده، انا مش رغايه، بس انا الولاد رايحين جايين يكلموا فيا، برضاش اضايقهم يعني واقول لهم ان انا بصور، فبقفل الصوت واخد ودي معاهم برضه عشان ما اظلمهمش. نزلت بالميه الدافيه شويه بشويه لحد ما العجينه تتعجن. عايز تعجني بالحليب اعجني، مفيش اي مشكله، هتبقى طعمه ولذيذه جدا جدا جدا. قلبت كويس جدا او عجنت كده بالميه لحد ما الدقيق بتاعي اتلم كويس، وسبتها تتعجن 5 دقايق حلوين كده. العجينه بتاعتي عشان تبقى ناعمه وطريه وكلها حنيه، نقطه زيت كده في البوله، وهبتدي افتح العجان بتاعنا واخد العجينه بتاعتنا. بصي طراوتها وحلاوتها خطيره. هسيبها بقى كده في البوله بتاعتنا ترتاح كده وتخمر حبه حلوين، ونسيبها يعني ممكن في الجو الحار ده نص ساعه. ادي العجوه بتاعتنا خرجتها من الفريزر بقى لها 10 دقايق مش اكتر، هي اصلا ما بتنشفش زي ما قلت لكم. هبتدي اقطع بقى العجينه بتاعتنا قرص، واول فيديو هنعمله مع بعض بالتمر او بالعجوه اللي احنا عملناها مع بعض من البلح الرطب عادي المرطرط في الاسواق هي القرص. بعد كده هعمل معاكم قرقيش، وهعمل معاكم كذا وصفه، واي وصفات عايزينها بالعجوه اكتبها لي في الكومنتات نجربها ونعملها مع بعض. هبتدي اقصقصها بقى بالمقص، اديها شكل الورده زي ما انت شايفه. بديها الاول شكل بلاصتي كده، وبعدين اروح اسمهم 8 حتت. شكلها لطيف جدا وشكلها يعني ايه جديد كده، وتفتح النفس على الاكل. بصي العجوه بتاعتنا لاحظي كده واحنا بنحطها في العجينه طريه وناعمه قوي قوي قوي، مش ممكن تنشف ولا هتحتاج تزوديها سمنه اما تيجي تشتغلي بيها ولا اي حاجه. والله حلوه قوي قوي قوي. انا مش بسوق المنتج، انا مش ببيع ولا حاجه، بس انا بجد بقول لك قبل ما اتعلم اعملها انا ندمت. يعني قبل ما ابتدي اعملها في البيت انا ندمت على اللي فاتني كله. سبتها تخمر العجينه بعد ما شكلتها 10 دقايق كمان، وبعدين جبت صفار بيض عليه معلقه من الخل وحطيتها على سطح العجينه، ورشه سمسم كده في نص الورده بتاعتنا، وهبتدي ادخلها الفرن على درجه حراره 160 لحد ما تستوي وتحمر معايا. لو حسيتي انك عايزه تشغلي الشوايه شغلي الشوايه اخر يعني دقيقه واحده بس، هتكون معاكي 100 فل و14. بصي بقى تحفه والله العظيم. دخلت الفرن وملت ريحه البيت، يعني بصي اي خبز كده في البيت ريحه الخبز نفسه وتسويه العجين تحفه. ادي الورده بتاعتنا خطيره، والعجوه ملياها مش ممكن هتلاقي زيها بره، حلوه جدا وهشه وخفيفه، والعجوه ولا دبت ولا ساحت، ناجحه 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 ونظيفه ما تجرش معاكي ابدا. شايفه خطيره. جربوها بقى بالطريقه دي وارجعوا اكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، متاكده انها تعجبكم جدا 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 لما تجربوا طريقه العجوه بتاعتنا والمخبوزات بتاعتنا. واستنوا وصفات لسه جايه اكتر واكتر هنجرب فيها العجوه عشان تبقي مطمنه ومتاكده وانتي بتعمليها وضامنه نجاحها 100%. جربوها هتعجبكم جدا.